السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نشوفوا موضوع خطير جدا في دولة الجزائر، وهو موقع خاص بالتوظيف. مقره أو المكان الذي تبث منه السيرفرات يوجد في مقره في إسرائيل، وهذا يستعملون عدة خطط للتلاعب وتغيير المقر كل مرة. قبل البداية أتمنى أن تضعوا لايك للفيديو حتى ينتشر ويستفيد أكبر عدد ممكن من الناس. راح نشوفوا مع بعض هذا الموقع، وهي مدونة التوظيف في الجزائر. هذه المدونة هاي كما نشوفوا أنه جميع المسابقات للتوظيف، إعلانات ترشح لشغل وظائف، وتهتم كما قلنا بمجال التوظيف بصفة عامة. راح نشوفوا من خلال موقع سيميلر ويب اللي راح يعطينا معلومات عن الموقع. هذا الموقع اللي زوروا خلال الشهر الماضي، زاره كما تشوفوا تقريبا 400 ألف زائر خلال شهر واحد، وهذا يعني وكما نشوف أنه يعطينا أهمية الموقع بالنسبة للجزائريين، وهو اللي يأتي في ترتيب 410 على المستوى الوطني. وكما نشوف هنا أنه مقره الاجتماعي يوجد في اليمن. وقبل مدة قصيرة كانت موضوع إسرائيل بالكلمة، وتم تغييره، ويقومون بتغييره تقريبا كل 3 أشهر أو 6 أشهر لتجنب أن كما نقولوا أنه يعرفوا الناس حقيقتهم. هذه عندهم موقع ثاني هو موقع تعليم أيضا. هذا ما كاش معلومات عليه لأنه موقع غير مصنف. 15,737 يزوروا 8,000 زائر. وحتى راح نتأكدوا من الموضوع، كاين البعض يقول لك أنه هذا الموقع غير تجنب كل الشبهات. الناس تقول لك أنه الموقع غير حقيقي ولا أنت ما على باليش. أنا راح نشوفوا مثلا موقع الشروق. راح نحدوا موقع الشروق. شوفوا كولي سامحوني دقيقة فقط. راح نشوفوا موقع الشروق أونلاين. مقره الاجتماعي الجزائر، ألجيرز. ويزور موقع الشروق أو جريدة الشروق 4.4 مليون زائر خلال الشهر الماضي فقط. ترتيبه هو 38 في الجزائر، من حيث يعني أنه الزوار الجزائريين ترتيبه داخل الوطن هو 38. طبعا توجد مواقع عالمية مثل فيسبوك وجوجل وما إلى ذلك التي تحتل المراتب الأولى. وموقع الشروق أونلاين سنويا مداخيله تتراوح بين 10 مليون دولار إلى 15 مليون دولار. وهذا كما قلنا أنه اللي حاب يتأكد يدخل الموقع سيميلر ويب ويشوف ويتابع موقع جوبز فور دي زد. هذا الموقع اللي مقره اليمن ويهتم بالتوظيف في الجزائر. هذه يعني مدخول في الراس. أتمنى أنه كما قلت أنه وضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. إن شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمة. إن شاء الله الناس تعرف حقيقة. وهذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.